ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيد. النهارده بقى يا جماعه عايزين نعمل اكله كده حرشه. طبعا طالعين من صيام ومن رمضان وزهقنا من اكل اللحوم، فعايزين نعمل حاجه كده برضو فيها بروتين واكل تحفه كل الناس بتعشقها. معايا كده ربع كيلو من العدس المصري. تمام، هنقعه بس في ميه سخنه كده شويه. وهنشوف المكرونه بتاعتنا. معايا كيلو من المكرونه، نص مكرونه من اللي هي طاوله الاسباجيتا ونص مكرونه عاديه، وانت وراحتك. هنمسكه بس نقطم المكرونه دي كده اهي، نقطمها كلها يا بنات. اهم حاجه نقطم المكرونه عشان لما تيجي ناكل المكرونه ما تبقاش طويله وطالعه معانا كده اهي. حطيت الميه بتاعتي غلت ونزلت بشويه من الزيت وشويه من الملح زي ما حضراتكم شايفين. وهنعمل بقى شويه صلصه، انما ايه ملهمش حل. صلصه الكشري دي يا بنات، انا ولادي بيدمنوا الكشري، بيعشقوه، بيجيبوه من بره. بصراحه الطبق مفيش يعني، بحسه كده ما يجيش معلقتين. هنا حطيت شويه سكر في العدس، لان انا طبعا يعني ما كنتش عامله حساب على الاكله دي، اخترعتها لنا كده بسرعه، فقلت لهم هعملها لكم. شلنا كل الرغاوي اللي فوق المكرونه دي اهي، وحطيت العدس جنبي يتسلق. مش هياخد 3 دقايق بالظبط، ليه؟ لان ما شاء الله يعني شويه السكر دول بيسرعوا عمليه السوا بتاعه. المكرونه كانت كده يا حبايب قلبي بقى ايه، شفت العدس اهو ما شاء الله دخل في السويه. نحط كده شويه حلوين من الزيت، ونزلت بالمكرونه بتاعتي. ليه عملت كده؟ المكرونه بتاعتي عايزه اديلها الترضيضه، عشان لو فضل مثلا منها شويه تبقى حلوه ومستويه وتبقى زي الفل معايا. باتت يوم 2 3 هتلاقيها زي الفل اكنك لسه عاملاها. هنا بقى نعمل ايه؟ الصلصه بتاعت الكشري، الدقه بتاعته. والعدس كان السلق كده وشيلته. نزلت كده بشويه من الزيت، دي كده معلقه كبيره من التوم يا بنات اهي. والبهارات اللي عندك بقى. طبعا الصلصه دي انا كنت عاملاها بس مش حاطه فيها لا توم ولا بصل، صلصه عاديه اهي. حطيت كده كرنبين 3 من الصلصه. الصلصه دي تقيله لانها بيور، حابه تزودها ميه زودها، لان بصراحه كانت الصلصه بتاعته تقيله، بس انا زودتها ميه. نزلت كده بشويه من البهارات، ايه، كمون بقى، فلفل اسمر، شويه من 7 بهارات، شويه شطه، بس انا عملت الشطه برضو بتاعته لوحدها. سيبها بقى تتسبك. وهنا حطيت المكرونه، العدس على المكرونه، يبقى كله كده في حله واحده. شايفين المكرونه يا بنات بقت واحده من واحده اهي، ولا لازقه بقى ولا معجنه ولا اي حاجه. شويه الزيت اللي بنحطهم وندي للمكرونه التلوحه الترديده بتاعتها زيها زي الرز كده، دي تفضل معاك المكرونه ما شاء الله، وقعدت معاك اسبوع في التلاجة ما يجرالهاش اي حاجه. هنا كده نعمل شويه الشطه. حطيت معلقه من الزيت ومعلقه من الشطه، شويه بالزيت قصدي ومعلقه كده من الشطه. ناخد كرنيب كده من الصلصه بتاعتنا الجاهزه دي، حطيتها على الشطه عشان تبقى ايه، يبقى انت عندك لو حد حابب ياكل حراق ياكل، حابب ياكل بالتومه بس والصلصه العاديه تمام. نزلنا كده بشويه من الزيت، وهنعمل ايه؟ الرز بتاعنا اهو. لوحت برضو الرز مع الشعريه، يعني حمرت الاول الشعريه وبعد كده ايه، صفيت الرز كويس وحطيته وخدته تلويحه كده حلوه اهو. وكده حطيت له الميه بتاعته والملح. وتعالوا بقى نعصر ايه الليمون معانا عشان نعمل دقه الليمون. نعصر كده ليمونتين ولا 3، زي ما انت حابه بقى تعمل الدقه بتاعه الليمون دي. لو حابه ليمونها كتير تمام حطي، مش حابه يبقى ليمونتين 3 حلوين قوي. ننزل بمعلقه كده من الثوم ومن الزيت. التومه يا بنات انا مش هحمرها، يعني يا دوب بس تاخد ايه، تاخد يعني تحسوها اتشمعت كده اهو. هنزل بقى بالفنجان بتاع الخل الاول، وبعد كده الليمون اهو. دي كده فنجان الخل وشويه الليمون، وهنحط بس شويه ميه صغيرين خالص. نحط بقى شويه كمون، بلاش بقى فلفل اسمر او اي حاجه. حطينا شويه ملح، تاخد لها غلوه وهنشيلها على طول. ايه رايكم بقى؟ شفتوا الجمال؟ الله اكبر، بجد كانوا شويه كشري تحفه.
طبعا يا بنات هنقول وداعا للمطاعم، بجد الكشري خطير. اتفضلوا معايا حبايبي، ما تنسوش في لايك في القناه واشتراك حبايب قلبي.